بطاطس بالفراخ المشويه، بس ايه، خطيره ومنجزه وسريعه جدا وتحفه تحفه تحفه، ما تاخدش منك اي وقت. بس قبل ما نبدا تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك وكومنت عشان تدعموني. يلا بينا على طول. هنعمل كل حاجه في الخلاط. هاتي الخلاط بتاعك، حط فيه 4 طماطمات مكعبات وعليهم بصلايه كبيره برضو مكعبات، وفلفل حامي وبارد، و4 فصوص او 5 فصوص من الثوم متوسطين، عصرة ليمونة كاملة، ومعلقتين كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخل. وبعد كده بقى هنخلصنا كل المكونات بتاعتنا. نيجي بقى للتوابل. عايزة تكتفي بالملح والفلفل الاسود بس، كان بيها وهتاخدي طعم تحفة وحكاية. عايزه بقى تجودي تحطي توابل فراخ، كزبره ناشفه، شطه، ملح، خرنجان، سماق، الحاجات اللي هي التوابل بقى الدلع بتاعت الحاجات المشويه دي. واحط عليها شويه من الميه عشان تتضرب معايا، وهروح اضربهم كويس قوي. بعد كده هجيب الفراخ بتاعتي مغسوله وكانت منقوعه في محلول النقع بتاعها. ومحلول النقع اللي انا بعمله بجيب ميه احط فيها حبه من الملح وحبه من السكر، واحط عليهم عصره ليمونتين واقلبهم كويس قوي عشان ادوب الملح والسكر. وبعد كده احط فيها الفراخ لمده نص ساعه ساعه كده. وبعد كده اشطفها كويس قوي عشان اتاكد ان مبقاش فيها اي دم او زفوره. بشيلها بقى منها واصفيها كويس من الميه بتاعتها. نرجع بقى لوصفتنا. بحط الخلطة عليها واغطيها كويس قوي، ويستحسن تسيبيها في التلاجة قبلها بيوم. عايزه اقولك ان انت ممكن تغطيها كده وتشيلها في الفريزر وقت ما تيجي تستعمليها. كل ما تسيبيها في التتبيله كل ما كانت احسن. انا عملتها قبل الاكل بساعتين مثلا عشان كنت مستعجله. بعد كده هتجيبي البطاطس بتاعتك، ما تقطعهاش رفيعه عشان خدي بالك ان الفراخ نيه، فعشان البطاطس ما تستويش وتتهري منك والفراخ تكون لسه. قطعيها قطع كبيره شويه بالحجم اللي قدامك. وبعد كده حبيت ان انا اقطع عليها قرن من الفلفل الرومي واقلبهم كده. مش هحط اي حاجه، لا بصل ولا توابل ولا ميه ولا صلصه ولا اي حاجه. هحطها كده واحط عليها بقى الفراخ بتاعتي اللي خارجه من التتبيله. وبعد ما اخلصها احط شايفين التتبيله الباقيه دي مش هتترمي ولا اي حاجه، هحط عليها بس شويه من الميه عشان اخففها، عشان دي الصوص بتاع الطبيخ او الصلصه بتاعه الطبيخ. مش هحط اي حاجه تاني. هنزل كده بالخلطه في البطاطس كلها واحركها كده او اقلب بالسكينه كده بالراحه عشان اتاكد ان الصلصه نزلت في كل حته في البطاطس بتاعتي. وبعد كده بقى هتغطيها بفويل وورق زبده وتحطيها في الفرن، ماشي. هتعمليها على البوتاجاز بنفس الطريقه، ماشي. ما عندكيش فويل ورق زبده، انا كانوا خلصانين، فغطيتها بغطا وحطيتها على البوتاجاز من فوق على نار متوسطه لمده نص ساعه، تشوفيها بعد نص ساعه. بعد كده بقى وهي على النار رحت اعمل الاكله الرسميه بتاعت المصريين، وهي الرز بالشعريه. تعالوا نعملها بكل سهوله. هنجيب الحله بتاعتنا نحط فيها حبه من السمنه او الزيت. عايزه اقولك الرز بالسمنه طعمه خطير. حطيت بقى الشعريه لحد ما لونها يتغير معايا. اول ما لونها يتغير باللون اللي كان قدامكم هننزل كميه الرز بتاعي واحط عليه حبه من الملح هقلبه الاول كده كويس. بعد كده هزود كميه الميه بتاعتها. كل رز على حسب نوع الرزايه، في رز بيشرب ميه وفي رز لا، فانت المفروض تختبري الرز بتاعك الاول. هحط بقى كمية المية على الرز بتاعتي واسيبها على نار عالية لمدة 5 دقايق، واول ما تتشرب اقوم موطية النار لمدة ربع ساعة. وبعد كده يعني انا دلوقتي شربتها بقى هحطها على نار عالية لمدة 5 دقايق. واول ما الاقيها شربت المية والمية بقت في سواها كده اقوم موطية النار ربع ساعة. وده كان شكلها بعد الربع ساعة. بصوا، عشان كمان تخلوا الرز مفلفل ما تقلبوش بمعلقة، الاحسن تقلبوه بالشوكة. كل ما تقلبوه بالشوكة كل ما يفلفل معاكم اكتر. ده وكده خلصنا بقى الرز بتاعنا. نرجع للوصفه بتاعتنا. البطاطس بعد ما استوت دخلتها تحت الشوايه عشان تاخد اللون المميز الخطير بتاعها كده. ولما بتاخد تحت الشوايه اللون حرفيا انتوا اصلا وهي على النار بتشموا ريحتها. سهله وبسيطه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك. باي باي.